السلام عليكم. قبل اي حاجه لازم نتفق انا وانت ان فيلم الدشاش من احسن الافلام اللي عملها محمد سعد، والغريب هنا ان الفيلم تصنيفه مش كوميدي، الفيلم درامي. ولما تجيب ممثل كوميدي زي محمد سعد وتخليه يعمل دراما ويطلع بالشكل ده، فتاكد انك قدام موهبه جامده تقدر تشكلها زي ما انت عايز. الفيلم لحد دلوقتي محقق 73 مليون جنيه، وده رقم مش كبير ولا قليل، هو في المتوسط. الفيلم فكرته ببساطه ان الدشاش اللي هو محمد سعد راجل بلطجي وعنده كباريه وعنده عداوه مع فهد اللي هو باسم سمره، وبرضه في عداوه بينه وبين مراته اللي هي نسرين طافش، وعداوه بينه وبين اخته اللي هي مريم الجندي وجوزها احمد الرافعي، ونسرين امين اللي شغاله عنده في الكباريه رقاصه. فبيتحد اعداء الدشاش وبيروحوا للدكتور بتاعه اللي برضه في مشاكل بينه وبين الدشاش، وبيتفقوا مع بعض انهم هيحطوا للدشاش ماده في اي حاجه بيشربها تخلي دماغه توجعه ويحصل له هبوط. من هنا بيقنعوه ان عنده ورم في المخ وهيموت بعد 4 شهور. فالدشاش بينهار ويقرر يتوب ويروح المسجد يقضي فيه اللي باقي من عمره يخدم المسجد. فهو بيوزع الاكل على الناس، فجاه بيقع والناس بتاخده للمستشفى، ويكتشف انه ما عندوش ورم في المخ ولا حاجه. فبيعرف ان اهله هم اللي عملوا فيه كده، وبيقرر ينتقم منهم، وبيقدر فعلا ياخد حقه وينتهي الفيلم على كده. وبالنسبه لدور الفنانه زينه، انا شايف انهم لو شالوا الدور مش هيأثر في قصه الفيلم، هي طالعه بتحب الدشاش بس. فتقييمي للفيلم 8 من 10، لانهم ظابطين القصه حلوه قوي والتمثيل معقول مفهوش مبالغه. وبس ما تنساش اللايك والاشتراك، عايزين نوصل ل1000 مشترك. وبس كده، سلام.